يا اخي انا مش بحسد، بس انت ازاي ماشيه معاك كده؟ ايه الحلاوه دي وايه الجمال دوت؟ المباراه ال20 على التوالي اللي الاهلي يكسبها في الدوري ومفيش تعثر، ده انت ماشيه معاك قوي، ده انت ماشيه ما بتعطلش، مفيش يا جدعان عطله. اداء، نتيجه، لو وحش دفاعك وحش دخل فيك جون حصل اي حاجه الاهلي برضه هيكسب. ايه ده؟ مفيش كده. وعلى فكره انا ما بحسدش، انا بقول الحقيقه يا جدعان، انا بقول الحقيقه. مش فاكر اخر مره شفت الاهلي بيخسر امتى بجد، يعني انا مش فاكر يعني. لما بقعد مع نفسي كده اقول ايه، امتى اخر مباراه الاهلي اتعثر فيها، وانا ما بلاقيش، ما بفتكرش. مدرب عالمي وفلوس واستقرار واداء ونتيجه، ماشي في دوري ابطال افريقيا كويس وكسبت الماتش بتاعك، ماشي في الدوري كويس، وبعد ما كنت في اخر الجدول الدوري دلوقتي بقيت الاول، وكله ماشي معاك كويس. يعني نفسي اشوف لك مشكله، نفسي اشوف لك خناقه في الملعب مع حد، نفسي اشوف لك اي حاجه بجد. يعني ايه الحياه السهله ديت؟ الاهلي فاز النهارده على الاتحاد السكندري، مش احسن اداء من حيث الدفاع وكده، ولكن الاهلي بيعرف يكسب الماتش، بيعرف يكسب المباراه، عمل اللي هو عايزه وخد اللي هو عايزه من الماتش. ف يعني انت خدت اللي انت عايزه. ماتشات الدوري حاليا في الدور الاول اخطف واجري، اللي يعرف يخطف نقطه ويجري بيها ياخدها ويجري بيها. كان العيب على الزمالك والله العظيم، والغلطه علينا من الاول ان احنا فرطنا في ماتشات كتير قوي سهله كنا نقدر نبعد بيها كتير قوي يعني. لكن هي دي حال الكوره، وهي دي كرة القدم. هتضيع نقط، هتضيع ماتشات سهلة، هتيجي في ماتشات الفريق اللي كان واقع وفاق مش هيسمع عليك ساعتها، مش هيخسر نقط. وده اللي صوتنا اتنبح فيه لعيبة الزمالك، واحنا عاملين نقول لهم بلاش نضيع نقط سهلة، بلاش الماتشات، بلاش التعادلات، بلاش الماتشات اللي انت ضامن فيها الثلاث نقط تخسرها. ولكن كان لا حياة لمن تنادي. ولكن محدش عارف الخير فين. ان شاء الله الزمالك يكمل بقيه ماتشاته ويكمل بقيه النتائج ويعمل اداء كويس، وان شاء الله ان شاء الله احنا نعمل اللي علينا كجمهور وكلاعيبه وكمجلس اداره، ومحدش عارف الخير فين.